انا راح نوري لكم بعض لي زاشا اللي جبتهم للاسبوع الاول. نقدروا نقولوا انا ما نحبش نجيب بالشهر، نحب نجيب القيس اللي نحتاجه ونهار يسمى يخلص لي نعاود نجيب. يعني الحوانت تنايا اللي في كندا كاينين اللي يبيعوا منتوجات جزائريه يسمى ما مش راح ينهار وقت ما رحت نجيب. فالامورات اللي نيسيسر انا نشوفهم نيسيسر هو الفلو نواره بكامل الاطعمه تاعو بصح تاع الشوكولا جبت بالزياده اون سي جامي ما نلقاش بيسك يرفدوهم قبل الوقت. هذا بالنسبه للفلون جبت تاع الشوكولات، جبت تاع ستروبري ووحده فانيلا. جبت هذه النوعيه تاع الفريك هذا نتاع بالسكره استعملته ديجا من قبل وهايل وما يفسدش على بالكم. يعني ما يصوفش مع الوقت، حطوه برك في مكان يعني درجه حراره تاعو درجه حراره الغرفه. قلت لكم هذا تاع بالسكره، هاوليك تاع بالسكره والنوعيه هذه هايله بزاف. جبت كذلك عمر بن عمر، جبت وحده تليتلي ما نستعملوش بزاف في رمضان. الحاجه المهمه جبت رشته 2 كيلو. هذه شحال فيها؟ هذه كيلو. الكيلو الدوزيام راني نطيب فيه دركا، ما قدرتش نصبر، انا نحب ناكل الرشته وعندي الماشينه باش نخدمها ولكن الوقت اللي ما كانش. ايزابيل ما لقيتش ريكامار. طون هذا بنين بزاف. ريكامار حنا جربناه نهار كنا في الجزائر بزاف بنين بصح كي رحنا نقضيو هاد الخطره ما لقيناهش. ازدهار بيان سور. هريسه بيمو بيان سور. جبت 2 بايط. بطلوله خلاصت قضينا عليها. العسل تاع المرجان. السمن ما لقيناش. العسل راه يدير 6 دولار. هذا برك اللي كان فيه البري، الاخرين كامل حتى خلصنا في لاكاس. هذا المرجان ما نستعملوه نسحقوا بزاف في رمضان للعسيلات والامورات المعسله. واهم حاجه اللي جبتها هي التمر على بالكم باللي حانوت كومبلي. دوك نبعث لكم التصويره تاعو واللي يحب يروح يقضي وعايش هنا في كندا بالتحديد هو جاي في تورونتو درت لكم فيديو ديجا عليه. يبيع المنتوجات الجزائريه اي حاجه يبيعها تماك تاع الجزائر. شوفوا تمر تاع الجزائر، هذا تمر هايل مي كانوا كاينين غير 2 بايض جبناهم الاخرين. هذه النوعيه هذه هايله. كاين النوعيات واحد اخرين، كاين تاع بلدان واحد اخرين بصح تاع الجزائر بالتحديد خلاص. هادو هما لي زاشا اللي جبناهم تحضيرا لشهر رمضان، ماشي حاجات كبار بزاف ولكن هادو هما اللي نحتاجهم انايا. ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا ان شاء الله. ومازال يجوا فيديوهات وميني فلوغات اللي خاصين بتحضيرات شهر رمضان. ربي يبلغنا رمضان لا محرومين ان شاء الله بصحه جيده ويكونوا اهلنا كذلك في صحه جيده. نشوفكم في الميني فلوغ الجاي ان شاء الله. سلام.